هلا وغلا، شلونكم؟ ان شاء الله الكل يكون بألف خير، صحة وسلامة يا ربي. وصفتنا لهذا اليوم وصفة سهلة سريعة ومنقذة طبعا في كل الأوقات. دائما أسويها، ما يحتاج لها أي تعقيدات، راح نسويها أنا وياكم سوا. خلينا نشوف شنو طريقتها. اول شي راح نجيب الصينيه اللي راح نشوي بيها. طبعا انا من محبين الفرفان، كلش احبه بالشوي، ما يكون حار كلش ولا يكون بارد كلش، تستوي مالته كلش حلو. بس حتى نقدر نحافظ عليه، مثل ما تعرفون الفرفان بس ينشوي بيه يعني صعب التنظيف كلش، وثانيا يتلف بسرعه، واذا حطينا مواد حامضه راسا ينزرف. فطريقتي بيها صار لي طبعا هذا القالب عندي سنين، مثل ما تشوفون محافظ على شكله وكل شي ما بيه كانه ما جديد. اجيب ورق زبده، اعقشها واغسلها بالمي البارد وافرشها، ولا راح يصير عليه أي شي. ظلون تستخدموه القالب سنين ولا حيصير عليه أي شي. طبعا هاي معلومة بس عالطاير يعني للفائدة. هنا أنا حطيت بطاطا، الكمية متروكة لكم، احنا نحب شوية بوتيتا هواي لأن طعمها كلش طيب. ثوم مهروس تقريبا 4 إلى 5 فصوص، برش ليمونة مع عصر شوية من الليمونة. وعندي بهارات، هاي البهارات طبعا استخدمها لكل شي وكذا شي، شوفتها لكم سابقا في فيديو سابق، فيديو الشوربة. بهارات بيها عدة نكهات كلش طيبة بس مو حارة. وحطيت هنا توابل مال بوتيتا، تقدرون تستخدمون بهارات الانتاب اللي مال تتبيلة البطاطا، او تستخدمون من العطار تقولوا له اريد نكهات البوتيتا اللي تنحط على شيبس البوتيتا، طعمها كلش طيب. استخدموا نكهة المشاوي حيل طيبة. انا استخدمت هنا نكهة البطاطا اللي تجي من بهارات العنتاب. ونرش عليها رشة ملح ونحط عليها زيت زيتون. هاي بالنسبة لبهارات البوتيتا. طبعا هنا أنا قلت لكم الخضار إذا تحبون زيدوها وتحطون بعد زيادة مثلا جزر، قرنبيط، براحتكم شنو تحبون تضيفوه ضيفوه. أنا اكتفيت فقط بالبطاطا بالشي اللي احنا ناكله. حطيت فوقها شرايح من الليمون هي وقشرها، تنطي حموضة طيبة وريحة كلش طيبة. هنا أنا عندي دبابيس مال دجاج، حطيت لهم ملح صويا صوص والبهارات المشكلة، وحطوا لهم شوية كركم زيادة. هاي الوصفة على قد ما هي بسيطة، على قد ما نكهتها كلش غنية وحيل طيبة. راح احط عليها من الاوريجانو وشوية زيت، دبس رمان، ونخلط. حيل راح تكون طيبة. طبعا ضفت عليها عصير ليمونة فريش، الليمونة اللي برشتها عصرت عصير مالتها على الدجاج والبرش ويا البوتيتا. هسه راح احط عليهم ورق زبدة واغلفهم بالسيليفون وادخلهم على فرن حامي. ما راح تاخذ منكم غير 3 4 ساعة الشوي مالتها كليتها، و5 دقائق راح احمر الوجه مالتها وبس. راح تكون الطبخة عندنا جاهزة. طبعا الصوص اللي بقى من الدجاج اللي بيه بهارات الكركم والصويا صوص والزيت والبهارات المشكلة والاوريجانو نضيفه فوق الطبخة. هنا أنا هاي الطبخة أسويها لما أكون مستعجلة، أريد فطور مستعجل، وأسوي فقط وياها شوربة وسلطة، تتقدم ويا تمن بالشعرية، تمن سادة، ويا برغل، ويا خبز وسلطة فقط، كلش طيبة. هنا أنا أخذت من عندي وقت تقريبا 3 4 ساعة. 5 دقايق بس راح أحمر الوجه مالتها أو 10 دقايق على حسب الفرن مالتكم وبس. علينا وعليكم ألف عافية. أتمنى تجربون الوصفة لأن سهلة سريعة ومنقذة صراحة. إذا تريدون تستخدمون مكان الدبابيس استخدموا دجاجة كاملة، أو استخدموا الأفخاذ أو صدر دجاج فقط وحدة، براحتكم. تنفع للدايت، تنفع كوجبة رئيسية، تنفع عشاء بعدين، يعني بكل الوصفات انتو تراهموها. علينا وعليكم بألف عافية مرة ثانية، وأتمنى تجربون الوصفة لأن كلش طيبة.